السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم حليوات من حلويات العيد اللي كتجي الصراحة. الطريقة ديال التحضير ديالها سهلة بسيطة اقتصادية، كتجي بعجين واحد ونكهات مختلفة وكتجينا بنينة بزاف. أكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بقاو معايا إن شاء الله نمروا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنايا ضفت 125 غرام ديال الزبدة حيوانية، كانت سقساتني واحد السيدة. انا كنخدم بالزبده كتكون حيوانيه اللي الصراحه كتجي بنينه في المذاق ديالها. ضفت عليها كاس الا ربع ديال العنبه ديال هكا السكر، وضفت قريصه ديال الملحه. كندمج هاد العناصر جيدا، ضروري تكون الزبده بحراره الغرفه. كندمجها مزيان هكا حتى كتصبح ليا عفوا هكا على شكل كريمه. هنايا غادي نضيف 2 حبات ديال البيض. كتقدروا هاد المقادير كتضاعفوا الكميه ديالهم على حسب الرغبه ديالكم. صراحه راه غير هاد المقادير هادو راه كيعطيكم واحد الكميه تشكيله هكا، يعني كميه اللي كتكون هكا وفيره. كنعرفوا دائما حنا في الاعياد كنديروا الحلويات كتكون مختلفه. هكا الا درنا يعني كميه كل هكا هكا شكيله ديال الحلوه كنديروا كميه اللي كتكون هكذا بسيطه، كتجي هكاك الصراحه كتجي مزيانه. صافي من بعد كما كيبان لكم، من بعد ما دمجت هكا الزبده مع السكر مع البيض، غادي نضيف خنيشه ديال هذا الفانيليا، وغادي نضيف هكا نصف كوب ديال هذا الزيت النباتيه. وكندمج هاد العناصر جيدا. كتقدروا كديروا هكذا في واحد الروبو باش كيسهل معكم يعني الخلط على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا غادي نبدا نضيف هكا عندي انا 500 غرام ديال الدقيق. وغادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج، دائما كان هكا كنذكرها لكم، حيت الدقيق كيكون على حسب، يعني كاين النوع اللي كيكون هكذا كيشرب وكاين اللي لا. صافي غنبقى ماشيه بنفس الطريقه حتى غنجمع معايا هاد العجين هذا. كما كتشوفوا القوام ديال العجين كنحصل عليه على هذا الشكل هذا، يعني القوام كيجينا ما قاصحش بزاف وما خفيش بزاف، يعني دائما كيكون هكذا القوام ديالو شويه هكا مرخوف. صافي كاخر مرحله ضفت نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، وكنحاول هكذا كنجمع العجين. هنايا غادي نقسمها على 4 ديال كما كتشوفوا ديال القطع، يكونوا هكا متساويين في الحجم. كما كتبان لكم طريقه اللي سهله. كل عجينه غادي نكهها. هنايا درت الزيت ديال الليمون يعني الحامض، القشره ديالو، وكندمجها بهذا الشكل هذا غير بالرؤوس ديال الاصابع. العجينه الثانيه غادي هكا نضيف عليها الزيت ديال هكا البرتقال. وبالنسبه للعجينه الثالثه كنضيف ليها هكا بودره ديال اللوز اللي كتكون مهرمشه هكا رقيقه بزاف بدون القشر تاعو، يعني غير معلقه هكا كبيره، وكندمجها حتى هي. وبالنسبه للعجين اللي الرابعه والاخيره كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، بودره الكاكاو، وكندمجو بهذا الشكل هذا. وكما هنا كيبان لكم غادي نبدا بالعجين ديال هكا اللي كنت نكهته بالمعلقه ديال اللوز. غادي نديرها على شكل هذا بحال الشكل ديال الصابلي. صافي كنضيف هكا ما بين 2 وريقات كما كتشوفوا الورق ديال هكذا ديال الطبخ. صافي غادي كما كتشوفوا كنحاول هكذا، يعني العجين ما كتجيكمش رقيقه بزاف وما كتخليوهاش هكذا السمك ديالها غليظ. من بعد غادي نقطعها بهذا المرشم هذا. انا درت هذا المرشم هذا اللي كيكون مسنن هكذا من الجناب، كتقدروا كديروا اللي كيكون عادي. صافي كما كتشوفوا هكذا كنرشمها بهذا الشكل هذا.
ومن بعد غادي ندهنها هذا الابيض تاع البيض، وغادي نديرها في رقائق ديال اللوز كما هاد الطريقه هذه، وغنصففها في واحد الصينيه للفرن. الطريقه كما كتشوفوا لي ساهله مهله. نفس الطريقه انا غنبقى ماشيه معاها حتى غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي. من بعد غادي ندخلها الفران اللي كتكون درجه الحراره 150، كنخليها حتى كتحمر من التحت وصافي. كتطلعوها هكذا من الفوق. انا عندي صراحه ديال الضو يعني راه كتكون كتحمر، غير كتحمر لكم من التحت صافي، من الفوق تتحمر يعني. ودرجه الحراره تكون هكذا 150، تكون خفيفه باش ما كتحرقش معاكم. هذا الشكل الثاني كما كتشوفوا غادي نلوربو بهذا الشكل هذا. يعني كتحاولوا كديروا يعني هكا كتغيروا. هي الا درتو هكا 250 غرام ديال الزبده غتعطيكم كميه اللي كثيره وكثيره بزاف. راه غير هذه الكميه ما شاء الله عطات كميه اللي هكا وفيره صافي. وغادي نضيف كما كتشوفوا العجين اللي درت ديال الكاكاو، غادي هكذا نلوربها بهذا الشكل هذا. يعني ما كتكونش هكذا كبيره بزاف كما راه كيبان لكم في هكا في الفيديو. وغادي نصففهم في واحد الصينيه نفس الطريقه ديال الطهي الاولى. يعني دائما درجه الحراره اللي كتكون 150 وصافي، وكتردوا معاها البال يعني حتى كطيب الحلوه. ما كتخليوهاش حتى كتحمر لكم تحمر لي كيكون هكذا بزاف، غير شويه. وبالنسبه للشكل الاخير كما كيبان لكم غادي ندير ليه حتى هو هكذا، غادي نحربلو على هاد الطريقه هذه. هذا اللي كنت درت الزيت ديال البرتقال، صراحه كيجي يعطيه واحد النكهه اللي رائعه وبنينه بزاف. نفس الطريقه يعني من غنكمل غادي نطيب على حراره اللي كتكون 150، غير كتذهب معكم هكذا الحلوه كتخرج. وكما كتشوفوا هنا من بعد ما هكا طابت لي هاد الحلويات، يعني كتخليهم حتى يعني كيبردوا تماما. كما كتشوفوا يعني دائما الحلوى غير كتذهب كما ذكرت لكم، يعني كتاخذ واحد اللون ذهبي صافي، وكتزولوها من الفران يعني ما تخليوهاش صافي. هنا كما كتشوفوا الحلوه اللي درت فيها الكاكاو، درتها هكا، درت الكونفيتير خففتو واحد شويه وصفيته وصافي. كندهنها به كما كيبان لكم، وكندير عليها هكذا الكوك من الفوق. وبالنسبه للشكل اللي كنت درت فيه الزيت ديال البرتقال، دهنته حتى هو كما كتشوفوا بالمربى. وكان غادي نديرو هكذا غير في الكاوكاو اللي كيكون مصهد ومهرمش، او كديرو في اللوز اللي كيكون هكذا بالجلده ديالو. صراحه انا كنفضل باللوز، غير ما بقاش عندي كيجي الصراحه رائع، واحد المذاق زوين. وحتى الكاوكاو بالجلده ديالو هكا وكتصهدوه وكتهرمشوه كيعطي واحد البنه اللي زوينه بزاف صافي. وكان كما كتشوفوا كنفندو هكذا في الكاوكاو اللي حتى هو حمصته وهرمشته كيكون هكذا رقيق. ومن بعد غادي ندير واحد الخطوط ديال الشوكولاته البيضاء. ومن بعد كندخلها للثلاجه باش كيتماسك معايا هاد الشوكولات. بالنسبه هنايا عندي الشوكولاته هكا الشوكولاط الاسود اللي حتى هو هكا سيحته. كنضيف عليه تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الزيت النباتيه. وضفت كما كتشوفوا هذه الحلوه ديال الصابلي اللي كان هكا كنضيف غير النصف ديالها في الشوكولاط، وكنصففها حتى هي في واحد على الورق الغذائي. من بعد كنديرها هكذا في الثلاجه باش ما كيتماسك معايا هذاك الشوكولاط. وبالنسبه لهذا الشكل هذا هو الشكل الاخير. هذا اللي كنت درت فيه العجينه الزيت ديال الليمون، اللي صراحه هو كيعطي واحد النكهه اللي بنينه بزاف. كندير نصف ديال كما كتشوفوا هاد الحلوه في الكونفيتير، وكندير عليها الكاوكاو اللي كيكون مهرمش،
والنصف ديالها كنديرو في الشوكولاط ابيض. بهذه الطريقه حاولوا ديروا هكذا في الكأس باش يسهل عليكم. هكا ملي ديروا الشوكولاط كيجيكم ساهل في الطريقه، يعني كما كتشوفوا نفس الطريقه. ضروري كتزولوا داك الفائض ديال الكاوكاو باش ما ينزلش معكم في هذا في الشوكولاط. وصافي كتزولوا هذاك الفائض من التحت ديال الشوكولاته، ونفس الوقت غادي ندير لها واحد الخطوط ديال هكا الشوكولاط الاسود، وكندخلها حتى هي الثلاجه حتى كيتماسك معايا هذا الشوكولاط. وكما كيبان لكم هذا هو الشكل النهائي اللي حصلت عليه الصراحه غير ب 125 غرام ديال الزبده. حصلت على واحد كميه وفيره ديال التشكيله ديال الحلوى اللي كتجي بنكهات مختلفه، كتجي رائعه. كل هكا كل حلوى كتجي البنه ديالها مختلفه على الاخرى، وكتجي بنينه بنينه بواحد الشكل كتير واقتصاديه سريعه ديال التحضير. ان شاء الله اكيد اكيد غادي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم بزاف اللي كيبغيو بحال هاد التشكيله ديال الحلويات اللي كتكون الصراحه سريعه تاع التحضير واقتصاديه، ولكن راه البنه يا سلام. اكيد غادي تعجبكم. كنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه وراحه البال، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال القيام والصيام. السلام عليكم. خليتكم في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.